حضراتكم. معانا النهاردة مجموعة من الأخبار، وأول خبر معانا هو بخصوص الأحداث الصعبة اللي بتدور الأيام دي بالسودان. وقام كل من صاحبي النيافة الأنبا سربامون والأنبا إيليا بطلب من جميع أبناء شعب الكنيسة بأم درمان والخرطوم برفع الصلوات والصيام لمدة 3 أيام، الاثنين والتلات والأربع، 3 و4 و5 نوفمبر 2025. نتضرع فيها إلى الله أن يعم السلام في وطننا السودان. وسيقوم كل من الأنبا سربامون والأنبا إيليا بصلوات القداسات الإلهية في ال3 أيام من الساعة 10 صباحا للساعة 12 ظهرا، وكلنا نطلب من ربنا إنه يوقف الحرب ويعم بسلامه في كل المنطقة. أما الخبر التاني اللي معانا هو تعليق من الشماس صاحب المقطوعة الموسيقية في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو الشماس مينا فهيم. وكان كلامه كان مهم إننا نقدم حاجة تشرف مصر والكنيسة، وتم ترشيح صوتي والمايسترو ناير ناجي اختارني. وكمل كلامه وقال: وقفتي قدام الرئيس السيسي ليها هيبة خاصة، حسيت بفخر إني مصري في لحظة ما تتوصفش. واللحن القبطي اللي أنا قلته ضمن فقرات الاحتفال هو لحن وبقوله، ومعناه يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك. وهي صلاة بنطلب فيها من ربنا السلام للعالم، بتتقال ضمن ألحان الكنيسة القبطية المصرية: يا ملك السلام أعطينا سلامك، أمين يا رب. وده كان تعليق الشماس مينا فهيم. أما الخبر الثالث اللي معانا هو رسالة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل أسقف إبراشية حلوان والمعصرة ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان. قدم رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري بأكمله بسبب الافتتاح التاريخي الكبير للمتحف المصري. وكانت نص الرسالة كالتالي: أتقدم بخالص التهاني القلبية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة البناء والتطوير، وإلى الشعب المصري الأصيل بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير الذي يعتبر هدية مصر للعالم أجمع. وأضاف نيافته إن هذا الحدث يبرهن على إن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز مكانة مصر الحضارية بين الأمم، مؤكدا إن الكنيسة تقدر كل جهد وطني مخلص يسهم في رفع شأن الوطن وتقدمه. أما الخبر الرابع اللي معانا هو تم فتح الزيارات بصورة دايمة لدير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا بعد فترة طويلة من الزيارة بتصاريح وتوقيتات وإجراءات معقدة منذ وقوع حادث استشهاد الأقباط اللي كان على الطريق في اتجاه الدير. أما الخبر التالي اللي معانا هو خبر غريب ومش معروف للكل، حبيت أشاركه مع حضراتكم. الكاهن القبطي اللي ساعد شامبليون في فك رموز حجر رشيد هو القس يوحنا، هو اللي ساعد شامبليون في فك رموز اللغة الهيروغليفية 1822. ولكن النجاح ده ما جاش من فراغ، مش بجهد شامبليون لوحده، لا، هو استعان بالكاهن القبطي أبونا يوحنا في فك اللغة الهيروغليفية عن طريق ربطها بقواعد اللغة القبطية. أبونا يوحنا من مواليد القاهرة، كان شغال مترجم فوري بمنطقة الجيزة وكاتب أول في محكمة الشؤون التجارية. كمان كان مترجم في اللجنة اللي شكلها كليبر لجمع مواد تاريخ الحملة الفرنسية. ولما خرج الفريق القبطي بقيادة المعلم يعقوب من مصر متوجه لفرنسا، خرج معاهم القس يوحنا وعمل كهنة للأقباط المهاجرين، وأقام في شارع سان روك بباريس. وهناك قصدوا شامبليون علشان ياخد منه دروس في تعليم اللغة القبطية، لأنه كان مؤمن بأهمية اللغة القبطية لأنها التطور الطبيعي للغة الهيروغليفية، وعلشان كده كان متأكد إن اللغة القبطية هي اللي هتساعده في فك ومعرفة اللغة الهيروغليفية. والكلام ده ذكره كله شامبليون في مذكراته، ومن هنا عرفنا
إيه الحكاية. ودي كانت كل الأخبار اللي معانا النهاردة، وانتظرونا في كل جديد لحظة بلحظة.